اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع قناة كرويات كروي. الفيديو ده معظمه عن اخبار الزمالك والاحداث الساحة والاحداث الساخنة اللي حاصلة في نادي الزمالك، ولغاية الوقت ده والزمالك لسه الاحداث مستمرة والموضوع معلق حتى هذه اللحظة. هنبدأ الاول بالنسبة لماتش فاركو. الزمالك كان الاول قال محمد صبحي هيكون غايب. حاليا اخر خبر ان محمد صبحي هيشارك. كان في الاول محمود الشناوي وعمر عبد العزيز من الحراس المميزين، وخاصه عمر عبد العزيز برغم انه اصغر في السن في اشاده رهيبه بيه وبادائه البدني والفني اللي هو عمر عبد العزيز. طيب غيابات الزمالك في حدود 11 لاعب 10، يعني فريق بحاله، والزمالك اصلا احنا عارفين السكواد اصلا عدد قليل في الزمالك. الغيابات شيكا من فترة وسط علامات تعجب واستفهام، هل هي إصابة ولا في مشكلة مع جوزيه جوميز؟ أتمنى ما يكونش في مشكلة. يعني شيكا لعيب مؤثر ودوره كبير وكابتن، وطبعا لاعب مهاري ومن أحرف اللعيبة في مصر، طبعا ده حاجة معروفة. يعني الجزيري مصاب من ساعة ما كان بيلعب مع منتخب تونس. فتوح مصاب من ساعة ما كان بيلعب مع منتخب مصر. زيزو تراكم الانذارات. دونجا زيه تراكم الانذارات. نداي نفس الكلام تراكم الانذارات. الزناري لسه مصاب في المراحل الأخيرة، يعني يتأهل. عواد عقاب تربوي. صبحي إصابة زي ما احنا قلنا، احتمال يشارك. صبحي إصابته بسيطة، احتمال يكون موجود. أحمد حمدي رباط صليبي. عبد الشافي رباط صليبي، إصابات طويلة طبعا. الونش رباط صليبي. سامسون أكينولا لم يعود من بلده. محمود علاء استبعاد فني، وأقاويل بتقول إن محمود علاء قال لهم أنا مش هقدر أكمل معكم تاني وهينتقل. وطبعا محمود علاء رجل مخلص وكان بيلعب بأداء رجولي وكان هداف التاريخ للزمالك وياما أسعد الجمهور الزملكاوي ولاعيب مميز، لكن حصل تاتش مع الجمهور ونفسيته ما ظبطتش. لكن نتمنى له التوفيق ويكون في نادي تاني ويرجع محمود علاء اللي احنا نعرفه. نتمنى له كل خير. بالنسبه لمحمود علاء مين هيرجع للزمالك في ماتش فاركو؟ هرجع محمد عاطف. الناس تتمنى في ظل الغيابات الرهيبه دي، الناس تتمنى تشوف محمد عاطف، تتمنى ياخد فرصه، ياخد حتى شوط. يعني انت لما لعبته 4 دقائق قبل كده، فالناس عايزه تشوف محمد عاطف وتشوف اداء بتاعه. هيرجع عمر جابر، هيلعب ناحيه شمال غالبا، وممكن ناحيه يمين يبقى محمد شحاته او نيمار. وفي ناصر ماهر طبعا هيرجع، ده كويس، ده مكسب للزمالك. جابر وناصر ماهر، ونشوف محمد عاطف ان شاء الله. طيب في خناقه للكابتن امام عاشور. المواقع كلها جابتها ان هو ما فيش حكايه، يعني هو الحكايه ان هو مش بينفذ التعليمات، ففرد الامن بيقول له لو سمحت نفذ التعليمات. حصل مشاده بينهم، انت ما تعرفش انا مين. حصل مشاده وحصل اعتداء وفي تفريغ للكاميرات. هيبان ايه اللي حصل بالظبط، هل القصه دي صحيحه ولا لا. لكن اغلبيه المواقع جاب الخبر اللي انا بقول لحضراتكم، وفي فيديوهات ماليه السوشيال ميديا على الخناقه. طيب بالنسبه لامام عاشور، هنقول حاجه: مضبات امام عاشور واخطاء امام عاشور. امام عاشور هنقول معلومه ما حدش يعرفها قبل كده. امام عاشور انا دايما بقول عليه ان هو السوشيال ميديا هي اللي مضيعاه وعصبيته، لكن هو عنده امكانيات. للاسف عندي نقص خبره. امام عاشور في ماتش الافريقي الاخير اتاخر عن الطياره، اخروا طياره خاصه ساعتين بسببه هو، واللعيبه كانت حصل لها استياء وكده، لكن هو ما حصلش ليه عقاب ولا حاجه، ما بيتعاقبش هو امام عاشور. يعني مشكلته مع حسام حسن، حصل حوار. حسام حسن لما خرج من الملعب ما اداش التحيه وما سلمش على حسام ولا الجهاز الفني، فحسام حسن بيوجه له اللوم، فبيقول له خلي بالك دي ما تحصلش تاني، وخلي بالك الكاميرات شايفه كل حاجه. فادي مشكله تانية. 3 مرات يتشاكل مع كولر. اول امس كان في واحد بيتصور معاه، راجل مشجع وعايز يعني بيحتفل باللاعب بتاعه بيحبه بتاع، حصل مشاده وخناقه بينهم. احد الجمهور الاهلاوي رفض وجود امام عاشور من المدرجات، وبدا يعني يطلق صيحات ويطلق تعليقات. امام عاشور
رفع الحذاء في وجه الراجل اللي هو المشجع ده. فإمام عاشور مواقفه كتير خالص وخناقاته كتير، واشتبك مع كولر 3 مرات وما كانش بيتدرب كويس. فهو السوشيال ميديا مأثر عليه، وهو عايش دور بطولة، وهو ممكن مثلا ما بيأديش، وممكن بتصادف كل ماتشين 3 يجيب هدف، يوفق في هدف وكده يطلع السما، لكن هو أداء مفيش. وفي ناس من الجمهور، في استياء من بعض الجمهور بيقول لك ان هو مش بيلعب في الملعب، مش بيجري في الملعب، وهو يعتبر اللعيب المحوري في الاهلي، ان هو رمانة الميزان، بيوزع اللعب صانع العاب. فامام عاشور محتاج حد يقول معاه، يوعيه، يخليه يلتزم، يخليه في الكوره بس، يركز في الكوره، ويبقى تركيزه في الملعب، يبعد عن السوشيال ميديا، يبعد عن التصريحات، يبعد عن الشغل العنتريه ده، لان هو عنده قدرات كويسه. لو التزم هيحافظ على قدراته، هينجح، هيبقى ليه مكان افضل، وممكن يحترف بره. طب ده بالنسبه لامام عاشور. طيب الموضوع اللي شغل الساحه وشغل الناس كلها اللي هو ايه؟ هل الزمالك هيلعب لقاء القمه يوم 26 او 25 يوم الثلاث؟ قرار نهائي لا رجع فيه من كابتن حسين لبيب، وهو قال لأحد الصحفيين وأحد المراسلين والناس المقربين ليه: أنا لو هلعب ما كنتش هقول الكلام ده، لأن أنا ما ينفعش أقول كلام وأرجع فيه. أنا راجل مسؤول وراجل رئيس نادي، وفي جمهور ورايا، وفي جمعية عمومية، وفي جماهير بملايين بتشجع الزمالك، والناس واخدة ثقتها فيا، وأنا ما ينفعش أعمل تصرف يعني أحس إن أنا صغير. فهو قال انا لو مش واثق ان انا هعمل الكلام ده ما كنتش عملت البيان، لان انا مش بعمل البيان الا لما افكر فيه. فانا مش هرجع، لان الزمالك لازم ياخد قرار تاريخي عشان ينتفض. ده كلام كابتن حسين لبيب، عشان يعني يخرج من الظلم الى قرارات تاريخيه، والناس اللي بتظلمه ومفيش تقدير ليه يبتدي وجهة النظر تتغير، ويمكن الزمالك يقف. وهو قال انا اصلا الدوري بعدت عنه حتى لو خسرت النقاط، لكن انا ما اقدرش اخسر كل حاجه، ما اقدرش اخسر الجمهور بالملايين، وجمهور مدرجات، والجمعيه العموميه، والناس اللي بيشجع الزمالك، والناس الواثقه فيا، وكشخص انا ما اقدرش اعمل يعني اتراجع، والكلام ده لا رجع فيه نهائيا. واذا كان الامر حصل في اي مثلا، أنا هو الاول كان في تلويح بالاستقاله، وبعد كده قال لك لا احنا استقاله واحنا بنهرب، لا احنا مش هنستقيل. قال لو حصل ان انا مثلا تم حل المجلس او حصل لي اي عقوبات، انا هلجأ للفيفا، وانا مش هسكت، وهلجأ للفيفا ومعايا يثبت كلامي ويثبت اي اخطاء حصل واي ظلم تعرض ليه النادي. ده كلام كابتن حسين لبيب، احنا بنقوله، ما بقولش انا حي من عندي، ولا ما بقولش وجهة نظري، ده كلام كابتن حسين لبيب. والكلام ده يعني يعني الناس كلها هتلاقيه في المواقع موجود، في الصحفيين اللي هم في نادي الزمالك واللي بيغطوا اخبار نادي الزمالك، والمراسلين وكل الناس، ومواقع الزمالك الرسميه. ده بالنسبه لكابتن حسين لبيب. فكده احنا بنقول لا تراجع ولا استسلام. فان دام في 100 عقبه، ايه رايكم بقى؟ فان دام في 100 عقبه، لا تراجع ولا استسلام. فان دام لا تراجع ولا استسلام الكابتن حسين لبيب، وقال مهما تكون عواقب قرار نهائي لا رجع فيه، ومش عايز حد يوحي لكم ان انا هرجع في القرار، او يقول لك ان بيعملوا تذاكر بين رجعت. لا، انا بقول لكم المتحدث الرسمي قال نفس الكلام، قال لا رجع في هذا القرار. فكابتن حسين لبيب فان دام تراجع ولا استسلام. تحياتنا كابتن حسين لبيب. طيب الموقف النهائي ده لقاء الاهلي هيبان يوم الاحد، مش بالنسبه للزمالك، لا، المجلس ورئيس المجلس والناس المختصين كلهم خلاص مفيش لعب. وقال له هيتلعب في حاله واحده، ان احنا نمشي او اي حاجه تاني، لكن احنا مش هنكون موجودين. لو اتلعب الماتش هيكون بحد تاني او لجنه تانيه، مش مجلس يعني. وده طبعا هم من حقهم انهم يكونوا موجودين، لان هم المنتخبين بطريقه شرعيه. فالموقف هيبان بالنسبه لمسؤول رياضي، احد المسؤولين الرياضيين تبع الرابطه، هيكون في لقاء معاه يوم الاحد، هيبان القرار النهائي. لكن الزمالك لن يتراجع. القرار النهائي بالنسبه لهم هم هيعملوا ايه، لكن الزمالك لن يتوجه الى الاستاد يوم الثلاث، مش هيحصل يعني. طب ايه اللي حصل في رابطه كره القدم في موقف يعني يثير الدهشه، غريب جدا. انت دايما بتحاسب المدرب او اي شخص بناء على تقرير مراقب المباراه او الحكم المساعد،
محدش كتب اي حاجه ومحدش بلغه اثناء الماتش، لكن الحكم المساعد بلغه بعد الماتش ان حصل مشاده. ولو حد بيتابع الفيديوهات هيلاقي جوزيه راح احتضن الحكم وباس على راسه وباسه واعتذر له وهزر معاه يعني عامة، بس كان الأول فيه عصبية يعني، لكن هو اتصالح معاه. فعايزين يحولوا لجنة انضباط، والزمالك أبدى استياءه، والزمالك ناوي يرد على هذه المواقف، لأن اتحاد الكورة يعني الزمالك بيقول احنا بنقول حياتهم، ما ردوش علينا، وفي وسائل ضغط بيعملوها، لكن الزمالك قال احنا بنطالب بحقنا، مش بنطالب بحاجة يعني أكتر من الحق بتاعنا. عايزين انتظام الدوري، وعايزين الترتيب بتاع المؤجلات لأي فريق يتلعب بنفس الترتيب، ما يبقاش بالفرق الضعيفة الأول وبعد كده الفرق القوية. ده الزمالك اللي بيقول يعني ماتشين هيلعبهم الأهلي، 2 مع الداخلية و2 مع فاركو وسط 7 ماتشات، ودول يعني كل فريق مرتين وماتشات سهلة. وبعد كده بيراميدز ما شافش الأهلي خالص، ليه لقاءين، والزمالك بيلعب في الدور الثاني، والأهلي ما لعبش بيراميدز الدور الأول ولا فيوتشر. ففي يعني ماتشات كتيرة قوية الأهلي ما لعبهاش، ماتشين دول مثلا، والزمالك بيلعب في الدور الثاني وبياخد اي ماتشات في وشه، هو حظه بيقابل فيوتشر، بيقابل فرق قويه حسب الجدول. لكن تغيير الجدول ده مفيهوش تكافؤ فرص، المفروض انت اجلت بنفس المؤجلات بترتيب يتم. ده الزمالك اللي بيقول عليه، والمفروض عقاب الحكام على الاخطاء اللي اتعملت مع نادي الزمالك. طيب الزمالك بيقول هو مش حكايه هدف ولا ماتش ولا 3 نقط، انا بعدت عن الدوري، لكن انا بتعرض لظلم ليا فتره، لكن ما ينفعش ان يسكت على هذا الكلام. ده كلام نادي الزمالك. في وسط الازمات دي بتيجي ازمه ثانيه نادي الزمالك للاسف. اشمبونج ظهر في الصوره وبيقول اخر قسط ليا انا ما خدتوش من الزمالك، 115,000 دولار يعني حدود 8 مليون جنيه. فالزمالك هيبتدي يدفع المبلغ ده، مبلغ مش كبير، فما يعتبرش مشكله كبيره، لكن يعني صداع وسط الزحمه يعني. محمد صبحي جدد رسميا عواد بسبب المشكله الاخيره وبسبب ان هو رافض التجديد، وكان مبلغ كبير بياخده. عواد في طريقه للرحيل عن الزمالك، والمرشح لحراسه المرمى مع صبحي احمد نادر السيد ومحمد بسام، وان كان اغلبيه بتميل لاحمد نادر السيد، بالرغم ان محمد بسام حارس مميز وقدرات وخبرات، لكن هم عايزين حراس شباب وهو ابن النادي، فممكن يكون احمد نادر السيد موجود او محمد شعبان. استبعاد الخبر اللي هو اثار استياء جمهور الزمالك والمتابعين والمحللين والنقاد الرياضيين الزملكاويه والنقاد عامه، اللي هو احمد رفاعي، اللي هو الموهبه الدفاعيه، اللعيب اللي هو امكانيات حريف، بيطلع بالكرة صح، بيلعب مساك وبيلعب قلب دفاع ومتألق وبيأدي مستويات هايلة مع كل المدربين. فجأة مش عارف جوميز ليه مش بيثق في اللعيبة الشباب، وكل ما يصعد لعيبة مش بيلاعب حد فيهم. وفي يعني حاجة غريبة يعني، حتى يعني الجمعية العمومية ومجلس الإدارة مستغرب من تصرفات جوزيه جوميز، إن هو مش بيثق في اللعيبة. في يعني أنت عندك حسام عبد المجيد مستواه سيء، واحنا قلنا ندعمه ماشي، بس لكن هو ممكن ادي فرصه. انا ما قلتش ان انا هذبح حسام عبد المجيد وهمشيه. العب احمد رفاعي في الفتره دي، حسام مهزوز وفي مشكله كانت معاه ولاعيب، وماتش زي كده انت الدوري خلاص راح منك، وماتش تجهز لعيبه. العب ده ولاعب محمد السيد، اللاعب اللعيبه الناشئه اللي هي الشباب اللي هي عندهم قدرات، حازم اسامه اللي هو تصاعد كمان، وفي عمرو، في ايمن امير عبد العزيز من اللعيبه الواعده، مهاجم واعد ممتاز. في محمد سيد في القائمه، وفي تشال احمد رفاعي للاسف، لكن في محمد السيد موجود في القائمه، واثنين حراس مرمى شباب. في تفكير ان موتيابا يلعب مكان زيزو، يا موتيابا يا اما نيمار يلعب مكان زيزو، لان زيزو واخد انذار وغايب عن الماتش. احنا قلنا في 11 لاعب او 12 لاعب غايبين عن الماتش، يا اما موتيابا يا اما نيمار يلعب مكان احمد سيد زيزو. يا ريت نيمار ياخد فرصه، لعيب وخد الدوري مع فريرا وكان متالق ولعيب عنده قدرات حلوه ولعيب كويس، اتظلم مع المدرب ده حاليا اللي هو جوميز، فيا ريت ياخد فرصه. وموتيابا بيقدم مع منتخب بلده اداء كويس وجاب هدف جميل، فممكن ياخد فرصه ونحكم عليه. طيب محمد عاطف زي ما قلنا موجود، ومحمد السيد. الجمهور الزملكاوي يتجاهل تذكرتي، اغلبيه الجمهور تجاهل. في عدد هنقول عشان ما حدش يقول لا مش كله، لا في عدد قليل خالص بدأ يحجز التذكره، ان اغلبيه الجمهور ده العدد اللي هو الناس اللي واثقه او مش واثقه في المجلس ان هو هيكمل.
الناس الواثقة وبتتابع الأخبار أول بأول، وعرفوا إن المجلس مكمل ومش هيلعب يعني يمتنع قرار نهائي. محدش اشترك، فحصل تجاهل، لأن تذكرتي دي لو الجمهور حيز هيجي يقول لك أنت الله جمهورك أهو حيز أهو، يبقى أنت كده لازم تلعب. فالجمهور واعي ومحدش حيز، لكن في عدد قليل ده حيز. دي أخبار الزمالك. نتمنى الموضوع يتم حله بشكل ودي، وإذا كان ممكن اتحاد الكورة ينفذ بعض مطالب نادي الزمالك أو كلها، ويتم تأجيل لقاء القمة، والفرق التانية تلعب مؤجلاتها إذا كان بيراميدز وإذا كان الأهلي، ويلعب مؤجلات بالترتيب، ويبقى فيه تكافؤ فرص. والزمالك مش هيستفيد حاجة من ده كله إلا إن هو يحس إن هو بياخد حقه زي غيره، ويبقى فيه تكافؤ فرص. ده يتمنى الزمالك. دي كانت كل أخبارنا، وكان معاكم كرويات كروي، كان معاكم أمجد. تحياتي للجميع. ما تنساش نعمل لايك سبسكرايب. إلى اللقاء. باي باي.